وهادو اهم الاخطاء اللي خاصك توقفها دابا دير بوز وسير حيدها الا كنتي طارق شي اعلان. الا تبعتي هذا الفيديو هذا حتى الاخر غادي تفهم مزيان شنو هو التحديث الاخر ديال اندروميدا وكيفاش انك تستعملوا الصالح ديالك باش انك دير واحد المبيعات اللي هما كثار بواحد الكوست اللي هو زوين. الشباب السلام عليكم، كنتمنوا تكونوا كاملين بخير وكلكم في احسن حال. عارف راسي غبرت عليكم، ما غاديش نبرر لكم نقول لكم كنت ندير ولا كنت لا، اللي غنقول لكم هو انني انا رجعت. ومادام انني رجعت ديما غادي تاخذوا معلومات اللي هما حصريه بخصوص التجاره الالكترونيه، وغتاخذوها بطبيعه الحال من واحد اللي كيدير اي كوميرس، يعني واحد اللي كيخرج للسوق فاهم بزاف الامور ومع ذلك مازال كنتعلم فوق كل ذي علم عليم. واليوم بطبيعه الحال غادي نهضر معكم على واحد التحديث اللي بصراحه غادي يبدل قواعد اللعبه كامله، او بالاحرى راه بدل حاليا اللعبه. والتحديث اللي بطبيعه الحال اللي سميتو اندروميدا ديال ميتا. التحديث ديال اندروميدا تيقول لنا بالحرف من بعد هذا التحديث هذا الطريقه اللي كتخدم بها ديال الاعلانات في فيسبوك غادي تبدل كليا. يعني باختصار نختصر لكم في هذا الفيديو هذا ونعطيكم المعلومه الماكسيموم. اللي باقي خدام بنفس الطرق القديمه راه غادي يتصدم، وهادشي راه كتقولوا ميتا، يعني اي واحد باقي خدام بالميثود اللي هي قديمه راه غادي يتصدم. وانا اليوم غادي نفسر لك بالضبط شنو واقع وعلاش ميتا دارت هذا التغيير كامل، وشنو خاصك دير كمعلن او انت كميديا باير باش تبقى ديما النتائج ديالك مستابيليزيا وكوست ديالك مزيان والسيلز داخلين. واخا الخوارزميات راه تبدلت 180 درجه، فركز معايا مزيان حيت هذا الفيديو فيه الخلاصه ديال التجربه ديال الميديا باينغ سنوات وانا مع ميتا، ماشي في تيك توك ماشي في جوجل، مع ميتا. غادي نعطيك خطوات اللي هي صحيحه ماشي غير الهضره الخاويه، غادي نعطيك خطوات عمليه باش تتاقلم مع النظام الجديد ديال ميتا اللي هو اندروميدا. اول حاجه خصنا نعرفوا بعدا شنو هو هذا التحديث هذا واللي سماتو فيسبوك اندروميدا. وهذا التحديث راه ماشي غير واحد التحديث اللي هو صغير اللي كانت ديما كديروا ميتا، لا، هذا تغيير اللي بدل كلشي، بدل الخوارزميات، بدل كلشي. بحال قلتي راه دابا حاليا ولا واحد العصر جديد ديال الاعلانات. علاش حاليا داكشي كامل اللي كنا كنديروا ديال لوكالايك الكاستم اودينس هاد الامور هادو غير نساهم دابا حاليا. علاش؟ لان التحديث هذا راه بدل بزاف ديال الحوايج اولا بدل بالاحرى كلشي تبدل. هذا التحديث اللي ولا حاليا مبني على الذكاء الاصطناعي وعلى الماشين ليرنينغ اللي دارتو ميتا بالتعاون مع الشركه ديال نيفيديا. ميتا دارتو باش تخلي الخوارزميات هما اللي يقرروا شكون اللي غادي يشوف الاعلان ديالك وشكون اللي عنده النيه حقيقيه انه يشري ماشي غير مهتم. شحال هذيك كنا كنقولوا الباير بيرسونا اللي واحد السيد اللي هو مهتم بالشراء، ميتا قالت لك لا هذا ما عندي ما ندير به، خاصني داك السيد اللي غادي يشري. شحال هذه كنا بغينا ندخلوا كنختاروا بعض الاهتمامات مثلا الا في واحد النيش مثلا ديال نسيب لي واحد النيش مثلا في الموضه كتمشي كدير الفاشن كيتشن هاد اللعيبات هادو في الاهتمامات. دابا هادشي هذا كامل ولا غير هضره خاوي. اي واحد غادي يقول لك سير دير الاستهدافات ديال هاد الامور هادو عرفوا بانه راه باقي ما دارش الميزاجور، باقي عايش في 2020 و2023. واللي بغيت نوصل لك بان الاستهداف التفصيلي راه مات رسميا، ما بقاش ضروري انك تحط الاهتمامات والشروط المعقده كامله، فقط خلي الذكاء الاصطناعي هو اللي غادي يقاد لك الامور ديال كامله. كيفاش؟ هادشي اللي غنشرح لك في هذا الفيديو هذا كامل. اوكي، عرفنا شنو هي الاندروميدا، دابا خصنا نعرفوا كيفاش كتعامل النظام الجديد مع المعلنين. الفكره ديال اندروميدا فهي بسيطه وقويه بزاف. الخوارزميات دابا ولات كتعلم من الداتا ديال الحساب ديالك وديال البيكسل ديالك وكذلك من الكونفرجن اي بي اي. علاش؟ واحد القضيه بعدا الا ما كنتيش انك ماكتيفي الكونفرجن اي بي اي ديالك سير اكتيفيها دابا، راه كتضيع عليك بزاف ديال الحوايج، لان ميتا كتعلم من هاد الامور هادو، من البيكسل ومن الكونفرجن اي بي اي ديالك، من الاعلانات اللي كنتي ديجا انت درتيهم. وهاد القضيه راه مزيانه، كل ما درتي واحد الحملات اعلانيه مثلا في مجال واحد اللي هو نيش واحد، هادشي كتخلي الخوارزميه انها تتعرف على الجمهور ديالك بطريقه اللي هي سريعه. السر راه ما بقاش في الاستهداف دابا حاليا، ولكن السر دابا ولا في الكرياتيف. واخا ان الكرياتيف كان ديما عندها قيمه، ولكن دابا ولات عندها واحد الاهميه قصوى. شنو كتقول لنا ميتا في هذه القضيه هذه؟ الذكاء الاصطناعي غادي يخدم على حسب الجوده ديال الكرياتيف ديالك. كيفاش؟ عندك الصوت والصوره والنص، غادي يقرر شكون يشوف الاعلان ديالك بناء على النيه ديال الشراء. يعني اللي عنده النيه ديال الشراء غادي يدخل غادي يشري، ماشي انه مهتم وصافي. طبيعه الحال دابا التساؤل اللي طاح لك هو كيفاش كتفهم ميتا النيه ديال الشراء ديال الشخص؟ وهذا هو مربط الفرس. كيفاش غادي تعرف ميتا ان فلان ناوي يشري؟ عندها ثلاثه ديال الطرق رئيسيه. اول حاجه اللي هي السلوك الكتابي ديال اي شخص كيتعامل في وسط البلاتفورم ديال فيسبوك او لا ميتا. شنو كيدير في فيسبوك، شنو كيتسنى، شنو كيكتب في الميسنجر، في الواتساب او في انستغرام. اي تفاعل من هاد الامور هادو كيبين النيه ديال الشراء وكتخزنوا في الخوارزميات ديالها. والحاجه الثانيه واللي صعيبه بزاف اللي هي التتبع ديال الفويس اوفر او لا فويس تراكين. يعني هذا الشيء اللي كيتقال دابا ماشي بعيد عن التليفون اللي حدايا انه كيسجلوا، وهذا النظام هذا كيسمع اي صوت في الفيديوهات والاعلانات وكيحلل حتى الكلمات المتكرره باش يفهم المجال اللي انت كتهضر عليه. كيف ما قلت لكم ماشي بعيد انه دابا حاليا كيسمع هذا الشيء اللي كنقول لكم في هذا الفيديو هذا هو كيسجلو كيخبيه في الخوارزميات. عارف هذا الشيء هذا راه ما كيدخلش للراس، ولكن انا حاليا دابا راني باقي مشوكي من هاد الامور هادو اللي دارت ميتا. بمعنى ان ميتا ولات كتعرف شنو باغي الزبون قبل ما هو حتى يقرر انه باغي يشري واحد الحاجه. وهذه هي النقطه ديال القوه ديال اندروميدا. ودابا اجي نعرفوا شنو هما الاخطاء اللي يقدروا يدمروا الحملات الاعلانيه ديالك. اول حاجه خاصنا نكونوا واضحين 100%. يعني فاش نقول لك واضح يعني غتكون كلير واضح 100%. ميتا راه ما بقاش كترحم اي خطا بسيط في الكرياتيف ديالك،
ولا حتى في الاعدادات. وهادو اهم الاخطاء اللي خاصك توقفها دابا فيما كتشوف هذا الفيديو هذا دير بوز وسير حيدها الا كنتي طارق شي اعلان. اول حاجه اللي هو الاستهداف التفصيلي، يعني نساه، ما تحط له اهتمامات لا اعمار لا حتى شي حاجه لا مدن لا حتى شي حاجه. الحمله ديالك ديما خليها تخدم بالادفانتج بليس اودينس. كذلك الاعتماد على الكرياتيف واحد. ميطا قالت لك بوضوح، كتقولها لك بالحرف، ما تديرش حمله فيها كرياتيف واحد بتاتا. على الاقل غدير 3 ديال الفيديوهات، 3 هادو اقل حاجه، 3 ديال الفيديوهات باش الخوارزميات تختار شكون هو الانسب وشكون هو اللي غادي يجيب لك مبيعات اللي هما مزيانين بناء على الامور اللي ذكرنا قبل. كذلك الاعلانات ديال الصور، ما تمشيش دير واحد التصويره دير فيها واحد 80 كلمه ولا 40 كلمه، لا. حاليا دابا ميطا كتقول لك كتب لي حاجه وحده، كتب لي كلمه وحده كتعني داك النيش او داك البرودوي اللي انت بغيتي تبيعو. لان دابا حاليا الاي اي ولا عنده القدره انه يقرا شنو داكشي اللي مكتوب في التصويره. ينفو انه غادي يقرا داكشي اللي في الصوره، هو عنده الخوارزميات عارف شنو كاين، غادي يوصل داك الاعلان ديالك لذاك الشخص اللي مهتم بداك البرودوي ديالك. ما تنساش يعني فاش دير واحد الكلمه حاول ما امكن انك ما تكتبهاش في العربيه، لان الاي اي حاليا باقي تقيل شويه في العربيه. حاول انك تكتبها تكون بلونغلي. مثلا كتبيع ساعه كتب واتش، كتبيع تيشورت كتب تيشورت، تشوز الى اخره. رابع حاجه اللي هو الصوت او الفويس اوفر ديالك اللي ما كيكونش واضح. الصوت ضروري خاصو يكون نقي مفهوم وبلا واحد الموسيقى اللي هي طالعه فوق من الفويس اوفر ديالك. علاش؟ لان النظام كيقرا الكلمات، يعني هذاك الشيء اللي كيتقال في وسط الفيديو دابا ولا انه كيقراه باش يفهم الموضوع بالضبط. والحمله الاعلانيه ديالك لمن موجهه ولمن انت باغي تبيع. الا كتبيع مثلا واحد البرودوي ديال الكوزينه مثلا اولا ديال الميكاب في نفس الحساب، راه هذه القضيه هذه غادي تخرج لك على البيانات ديالك. احسن حاجه دابا حاليا كل حساب خاصك دير له مجال محدد، مثلا عندك بيكسل خاص بالكوزينه الى اخره. علاش القضيه هذه؟ باش الماشين ليرنينغ يخدم بواحد الطريقه اللي هي صحيحه، يعني الاله او الماكينه كما كنقولوا، باش انك تكون تتعلم كتدخل واحد الداتا اللي هي نقيه. ناس مهتمين بالكوزينه صافي كتبقى هذاك البيكسل وديك الكونفرجن اي بي اي كتولي تتعامل مع ناس اللي هما مهتمين بالكوزينه. خامس حاجه باش انك تستافد من الاندروميدا، انت كميديا باير ركز على الجوده ديال الكرياتيف ديالك. دير فيديوهات قصيره واضحه فيها صوت، كل صوت واضح كيهضر على المنتج ديالك. وحاول ما امكن انك تكرر السميه ديال المنتج على الاقل واحد 5 ديال المرات في وسط الفيديو ديالك. ركز على 3 ديال العناصر، الصوت الصوره والنص، وخلي ديك الساعه الذكاء الاصطناعي هو يقرر شكون يشوف الاعلان ديالك. وما تبقاش كل مره تدخل في داك الاستهداف او كل مره تمشي تبدل البي جي او كل مره تمشي تحبس ديك الكامبين او ديك الاسيت وتعاود تلقاها. هنا راك كتخرب او كتضيع على راسك بزاف ديال الحوايج. ما كتخليش الذكاء الاصطناعي انه يتعلم بالطريقه الصحيحه. حاجه اخرى حاول ما امكن انك ما تمسحش الحملات القديمه، ما تمسحهمش بتاتا. علاش؟ لانه كيتعلم منهم حاليا دابا الذكاء الاصطناعي. والحاجه اللي مهمه كما قلت لك خلي البيكسل ديالك او الحساب ديالك مخصص لواحد النيتش واحد، يعني باش تكون الداتا اللي راها نقيه. وخدم بواحد الكرياتيف اللي هما كثار. مثلا في التيستين ديالك جرب واحد الكرياتيف مختلفين، مثلا واحد الكرياتيف ولا واحد الفيديو مثلا ديال التيستومونيال، عاوتاني واحد الكرياتيف فيه الانبوكسين، عاوتاني واحد الكرياتيف مثلا اللي فيه البينيفيت. نقدر ممكن عاوتاني نخدم واحد الفيديو مثلا ديال نقولوا مثلا ديال بيفور اند افتر، يعني قبل وبعد. نقدر مثلا نخدموا واحد الكرياتيف مثلا ديال المقارنه، نجيب برودوي نقارنوا مع هذا البرودوي هذا. كاين بزاف ديال الصيغات اللي ممكن انك تخدم بهم. واحد القضيه صراحه واللي ما كنفضلهاش حاليا، ولا خاصنا نخدموا باللغه العربيه الفصحى في الصوت. علاش؟ لان ميطا حاليا انك كتعرف تقرا العربيه بزاف، يعني بالدارجه قليل شي حوايج اللي غادا تفهمهم. ممكن من بعد انها ديفلوبا وتولي كتقرا الدارجه ديالنا وغيولي الاستهداف ديالها مزيان هنا بالنسبه للمغرب. حاليا دابا مزيان انك دير واحد الفيديو ولا واحد الكرياتيف باللغه العربيه. وهذا التحديث اللي دارت ميطا راه ماشي غير تغيير تقني، راه ثوره في الطريقه ديال التفكير ديال المعلنين. الذكاء الاصطناعي غادي يتكفل بالاستهداف والتحليل ديالو، وانت كمعلن غادي يولي الدور ديالك انك تركز فقط في الابداع في الكرياتيف ديالك. يعني الا كنتي واعر يعني في الاستهدافات شحال هذه راك ما مساوي والو. دابا خاصنا واحد اللي يكون واعر كما كنقولوا في الفيديوهات وفي الابداع في الكرياتيف، لان التحديث الاخر كيقول لنا راه انا اللي غادي نتحكم بالذكاء الاصطناعي، انت فقط خدم الابداع وخلي لي انا الاستهداف. نعطيك واحد المثال، مثلا شحال هذه ممكن انك الا بغيتي دير واحد التارجت، يعني بغيتي تسيب لي واحد الاودينس، ممكن انك مثلا عندك الناس ديال الكوزينه تقدر دير مثلا كيتشن، الناس اللي مهتمين مثلا فاميلي الى اخره. دابا راه مابقاش انك ممكن ديرها. علاش؟ ماشي ممكن انك ديرها ولكن راه ما غتخدمش ليك. ممكن دير واحد القضيه انك تخدم بالادفانتج بليس وغادير واحد 3 ديال الكرياتيف على نفس المنتج. الفيديو الاول مثلا غادي يكون ديال المراه انك تقشر ديك البطاطا ولا خيز ولا شي حاجه بحال هكا. الفيديو الثاني ممكن انه يكون ريفيو واحد السيد ولا واحد السيده جالس بحال هكا وكيعطي الراي ديالو على داك البرودوي. وبهذه الطريقه هذه غادي تعطي الذكاء الاصطناعي وهو غادي يشوف، هو غادي يقرر شكون هو اللي فيه واحد الاداء اللي هو مزيان، شكون هو اللي كيجيب كليك مزيان، شكون هو اللي جايب سي تي ار مزيان، وغادي يبدا يوزع الميزانيه عليه. وحاجه اخرى ان ديك القضيه ديال ان 24 48 ساعه ما بقاتش خدامه، على الاقل تخلي واحد 3 حتى ل 5 ايام، وغادي تلاحظ الحملات الاعلانيه ديالك اللي كانت ضعيفه غادي تولي انك خدمتيها بالاوتوميشن، يعني بدات كتجيب لك نتائج اللي هما افضل. دابا حاليا ولا من الضروري اننا نتاقلموا مع التحديث الاخر ديال اندروميدا. علاش؟ باش اننا نستافدوا. يعني انت الا كنتي كميديا باير محترف، ها واحد الخطه
بسيطه غادي نعطيها لك خدم بها ورد عليا في النتائج ديالك. اول حاجه خدم من 3 حتى 5 ديال الفيديوهات لذاك المنتج ديالك بزوايا مختلفه، خدم بصوت واضح، كذلك كلمات اللي هي بسيطه وعبارات متكرره للمنتج، يعني حاول ما امكن انك تعاود ديك السميه ديال داك المنتج في الفيديو ديالك. رابع حاجه اللي هي حافظ على داك المجال ديالك او داك الحساب ديالك انه يبقى بيكسل واحد خاص بداك النيتش. حاجه اخرى اللي مهمه هي حلل التعليقات ديالك وكذلك الرسائل ديالك. علاش؟ لان الخوارزميه حاليا كتقرا كلشي، تقدر تقرا شي حوايج اللي هما ماشي هما هذوك يقدروا يضروك انت كمعلن. فيسبوك اليوم راه ما بقاش هو فيسبوك ديال 2020. الذكاء الاصطناعي دابا ولا فيه دماغ، يعني كيخدم بالدماغ. الذكاء الاصطناعي دابا راه ولا شي حاجه اللي واعره بزاف، يعني كيتحكم في كلشي. فيسبوك حاليا راه ولا شي حاجه اللي هي ثوره، ما بقاش داك فيسبوك اللي كتعرفوه ديال 2020. الحاجه اللي زوينه ولا الجانب المضيء اللي كاين في الاندروميدا، اول حاجه انه كيف ما قلنا غادي يولي واحد النظام اللي هو جديد، غادي يضاعف النتائج ديالك بواحد التكلفه اللي هي قليله. كذلك باش نعرفوا واحد القضيه اللي هي مهمه، يعني الخلاصه غادي نعطيها لكم. نسى الاستهداف اللي نساه، ركز على الجوده ديال التنوع ديالك في الكرياتيف، خلي الذكاء الاصطناعي يخدم وانت فقط كون مبدع في الكرياتيف ديالك. هادشي دابا اللي مطلوب منك، كون مبدع في الكرياتيف ديالك ونسى الشيء الاخر كامل. الا عجبك الفيديو ما تنساش انك تبارطاجيه مع الدراري صحابك، وتسنى الفيديو الجاي اللي غادي نهضروا فيه او اللي غادي نبراتيكيو فيه هادشي كامل اللي قلنا. يعني غادي نحل الداشبورد ديال فيسبوك وغادي نوريكم خطوه بخطوه كيفاش انك دير واحد الحمله اعلانيه اللي تكون ناجحه في فيسبوك. السلام عليكم.